مساء الخير لكل العظماء اللي شرفونا في فيديو النهارده وحلقه جديده من برنامج ليه عظيم. البرنامج اللي هنتكلم فيه عن مسلسلات او افلام او العاب او انميات 2 hours later او كوره او شخصيات عظيمه، دكاتره، احداث تاريخيه. بصوا اي حاجه عظيمه تيجي في بالي، لان ده من وجهه نظري طبعا. فما تنساش بقى تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل علامه الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدا. ديترويت بيكم هيومن، واحدة من أجمل الألعاب اللي لعبتها في حياتي. اللعبة اللي رجعت لي شغفي للألعاب تاني بعد ما كان انتهى من زمان. لعبة جميلة جدا، جيم بلاي عظيم وقصة مشوقة وتجربة مختلفة عن كل الألعاب اللي لعبتها قبل كده. ولو انت واحد بتحب الألعاب وفي نفس الوقت بتحب الأفلام والمسلسلات، فاللعبة دي هي اختيارك المناسب. ديترويت بيكم هيومن هي لعبة من نوع الخيال العلمي، تم إصدارها لأول مرة سنة 2018 حصريا لأجهزة بلاي ستيشن 4، وبعديها بسنة نزلت لأجهزة الحاسب الشخصي. واللعبة من تطوير كوانتك دريم ومن نشر سوني انترتينمنت. قصة اللعبة إن في المستقبل القريب البشر بقوا يعتمدوا على الروبوتات في كل حاجة، وبقت الروبوتات متبرمجة انها تأدي نفس شغل البني ادمين بالظبط، لكن الروبوتات دي بتبدأ تتحول من روبوتات لبشر بيحسوا وبيقرروا. والقصة دي بتتمثل في 3 شخصيات رئيسية انت بتلعب بيهم، وهما شخصيات كونر وكارا وماركوس، وهما دول ال3 اللي بتعيش معاهم قصة تحولهم من آلات لبشر. فيا ترى البشر هيقبلوهم؟ بالنسبة للجيم بلاي بتاع اللعبة، فانت بتلعب من منظور الشخص الثالث. في المشاهد السينمائية انت اللي بتاخد القرارات السريعة ورد الفعل. كمان في الحوارات او الديالوج بين الشخصيات فانت بتختار رد الشخصية، واللي بناء عليه هتاخد رد فعل من الشخصية اللي قدامك، او يمكن القصة كلها تروح في ناحية تانية خالص. يعني انت اللي بتتحكم في مسار القصة، اجابتك هي اللي هتودي القصة لمسار معين. والقصة ليها مسارات كتير وليها نهايات كتير، فانت تصرفاتك واختياراتك هي اللي هتحدد القصة. ومعلومة كمان مهمة، ان الجيم بلاي بتاع اللعبة مش صعب، مش محتاج حد محترف او يكون جيمر درجة اولى. بالعكس، ممكن اي حد ما يكونش جيمر يجرب اللعبة دي، يكون بس عارف اساسيات الدراع او الزراير على حسب الجهاز اللي بيتلعب عليه، ويلعب ويستمتع بالقصة زيه زي اي جيمر. جانب المؤثرات والتحريك والموسيقى هو عمود اساسي في كل لعبة، واظن ان الكل هيتفق معايا ان الموسيقى بتفرق جدا من تقييم عمل لعمل، فاهميتها من اهمية المؤثرات والتحريك. واللعبة هنا مؤثراتها جميلة ومدياك عالم مفتوح ورسومات واقعية جدا، سواء في الاشخاص او الاماكن، ولايقة على المشاهد سواء كانت مشاهد اكشن او مشاهد حزينة. التحريك في اللعبة جيد، والموسيقى عظيمة ومؤثرة جدا لأقصى درجة زي ما انتوا سامعينها في الخلفية كده. فمطورين اللعبة اهتموا وغطوا كل الجوانب اللي ممكن تعجب اي جيمر، وقدموا لنا التحفة الفنية ديترويت بيكم هيومن. لو خلاص قررت انك تلعب ديترويت، فانا عندي كام نصيحة كده هيساعدوك وانت بتلعب. اولا، انت عندك اختيارات سواء في اللغة اللي بيتكلموا فيها او بلغة الترجمة والكلام اللي بيظهر لك في اختياراتك جوه اللعبة. فانا بنصح انك تختار لغة الكلام اللي بيتكلموا بيه الشخصيات، او اللغة عموما للقصة هي اللغة العربية. ايوه، في دبلجة باللغة العربية وباللهجة المصرية كمان. والاداء الصوتي المصري بشكل عام جيد. طبعا يفضل الصوت الاوريجينال اللي هو الانجليزي، لكن عشان تفهم القصه كويس وتبقى مواكب كل حاجه انا انصح انك تعمل اللغه العربيه. اما بالنسبه للغه الترجمه ولغه الاختيارات فانا بنصح ان هي تبقى باللغه الانجليزيه، علشان لو فاتتك اي حاجه في اللهجه المصريه تبقى فاهم الكلام كويس. كمان ان الاختيارات بالعربي ممكن ما تكونش مفهومه قوي او تكون مترجمه ترجمه نصيه، لكن بالانجليزي لو انت الانجليزي بتاعك كويس شويه هتبقى فاهم الاختيارات. فعن تجربة شخصية أنا عملت اللغة الصوتية لغة عربية ولغة الاختيارات والترجمة لغة إنجليزية.
كمان نصيحة مهمة جدا قبل ما تدخل اللعبة، حاول تخليك في الستارتنج منيو شوية، لان البنت الروبوت اللي في الستارتنج منيو هتلاقيها بتسألك اسئلة وبتقولك كلام وبتهزر معاك، واحيانا ممكن تلعب في الكنترولر بتاعك بالذات لو انت بلاي ستيشن، وهتلاقيها من وقت للتاني بتسألك اسئلة لازم تجاوب عليها، لانها هي بتكون فكرة عن شخصيتك بتعرفها لك بعد ما اللعبة بتخلص. وحاول تبعد عن اي مؤثرات خارجية او اي دوشة، وركز في القصة وبس. الخلاصة ان ديترويت بيكام هيومن كفكرة قصة مش فكرة جديدة خالص، شفناها في افلام ومسلسلات والعاب، لكن طريقة لعبك للقصة دي هي اللي جديدة، وهي اللي تحمسك انك تلعب اللعبة. ديترويت بيكام هيومن هي عموما تجربة جميلة جدا، وانصح اي حد بانه يلعبها، وانك تاخد وقتك وانت بتلعبها وتلعبها وانت رايق، وصدقني هتستمتع بيها. عموما انا شاكر جدا لديترويت بيكام هيومن على التجربة العظيمة اللي انا مريت بيها، وقريب جدا هرجع العبها تاني، وهختار اختيارات مختلفة واشوف القصة ممكن تروح لفين تاني. تجربة جميلة وقصة عميقة وفلسفية تخليك تفكر كتير. ديترويت بيكام هيومن عموما هي تحفة فنية، وكانت هي دي اجابتي عن سؤال ليه ديترويت بيكام هيومن عظيمة.